نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسبائها ضرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ساعة شباب. نود أن نذكركم بآلية المشاركة في هذا البرنامج عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة، وعبر مواقعنا في التواصل الاجتماعي، عبر صفحتنا في الفيسبوك، وعبر البث المباشر في اليوتيوب. دعونا ننتقل وإياكم إلى أول فقرات هذا البرنامج وحول العالم. طبعا حلقتنا أو دولتنا لهذا اليوم مختلفة. تكلمنا في الحلقة السابقة عن جزر المالديف، وكانت صراحة حلقة جميلة ويعني مدينة جميلة جدا. اليوم ننتقل وإياكم إلى المملكة المتحدة، ننتقل وإياكم إلى بريطانيا. وبالمناسبة أو مما لا يخفى على عقل، بريطانيا من الدول العظمى الواقعة قبال الساحل الشمالي الغربي لأوروبا، وتضم هذه الدول تضم بريطانيا الجهة الشمالية من جزيرة إيرلندا، بالإضافة إلى الكثير من الجزر ذات الحجم الصغير. وتعد طبعا مدينة لندن هي العاصمة الرسمية لها. دعونا ندخل وإياكم إلى نظام الحكم في بريطانيا. نظام الحكم في بريطانيا هو نظام الحكم السائد في بريطانيا هو النظام الملكي الدستوري. النظام السائد في بريطانيا هو النظام الملكي الدستوري، وهي طبعا من الدول الاتحادية بناء على القرار الصادر في عام 1800. وتقسم هذه الدولة إلى 4 أقاليم. الإقليم الأول طبعا أقاليم رئيسية. الإقليم الأول هي إنجلترا وإيرلندا الشمالية واسكتلندا، بالإضافة إلى ويلز، والمقر الرئيسي لحكومة بريطانيا هو مدينة لندن، بالإضافة إلى وجود من العديد من الحكومات المحلية في عدة مناطق. طبعا أكيد الأكثر يسأل عن المناخ في بريطانيا. المناخ البريطاني يتميز، يعني يكون متميز بأنه معتدل ومناسب للكثير. يعني ما هو اللي تلقاه حار جدا، يعني مثلا تصل الحرارة إلى 60 كما في الكويت، ولا اللي هو بارد جدا اللي تصل درجة البرودة عنده إلى سالب 15 سالب 10 أو سالب 5 كما حصل في اسطنبول في الأسابيع الماضية، وصلت درجة الحرارة إلى سالب 5 مع تساقط الثلوج. لكن المناخ البريطاني معتدل وجميل ومناسب للكثير من كثير من البشر، حيث تعمل البحار التي تحيط به بتلطيف أجوائها. يعني البحار المتواجدة في بريطانيا تمتاز بأنها تلطف الأجواء، يعني لا هي اللي تخليك تشعر بالبرودة ولا هي اللي تخليك تشعر بالحرارة بسبب تواجد البحار. وتكون درجة الحرارة في فصل الشتاء منخفضة جدا في المناطق الجبلية المرتفعة. يعني في مناطق في لندن في بريطانيا تكون مرتفعة جدا وتكون درجة الحرارة منخفضة، لكن لا أعتقد أنها تصل إلى يعني سالب 15 أو سالب 10، يعني يصعب عليك الخروج والتنقل وما إلى ذلك. وتكون الغيوم في سماء بريطانيا على مدار العام جميلة، والأجواء تكون مغيمة، بالإضافة إلى هطول أمطار عليها طوال أيام السنة. ما شاء الله تكون الأمطار نازلة والسماء مغيمة، فأجواءها جميلة ومناسبة للكثير من الناس. دعونا يعني نتطرق لأمر مهم وندخل على أهم المدن في بريطانيا. أهم المدن في بريطانيا هي لندن،
لندن وهي تسمى بعاصمة الضباب. أهم المدن الموجودة في ليطانيا هي لندن، بالإضافة إلى أهميتها الثقافية على مستوى العالم، حيث تتميز هذه المدينة بتاريخها وحضارتها التي لا يشهد لها العالم منذ زمن طويل. وطبعا لندن كما تعلمون جميعا هي يعني منطقة يقصدها العالم، تلقى اللي جاي من السعودية ولا اللي جاي من مصر ولا اللي جاي من المغرب ولا جاي من روسيا أوكرانيا أيا كان يقصد لندن للسياحة. فهي معلم رئيسي لا يخفى عليه أي عاقل بأنه معلم سياحي ويقصده الجميع. طب ايش السبب؟ ليش صار هو معلم سياحي ويقصده الجميع؟ يقول لك لأنها تضم العديد من الأماكن السياحية والتاريخ والقصور، وفيها معالم للأثرياء وللسياحة. طيب الحلقة اليوم مختلفة لأننا سنستضيف أحد الشباب الإريتري المستقر في بريطانيا. نرحب باسمي وباسمكم بالأخ عبد الله جمال. حياك الله يا عبد الله. الله يحييك أخ أنس، والله يعطيك العافية على الاستضافة هذه. الله يحييك، والله منور الشاشة وسعيدين جدا لسماع صوتك. والله وأنا أسعد، والله يعطيكم العافية على برنامج هذا المشرف. الله يجزاك خير. طيب بداية عبد الله نبغى ناخذ يعني أنت كم لك الآن مستقر في بريطانيا؟ والله قريبا سأتم السنتين والنصف تقريبا. ما شاء الله ما شاء الله، 2.5 وأنت مستقر في بريطانيا. طيب هل ممكن نسأل عن سبب خروجك؟ أنت يا عبد الله من مواليد المملكة العربية السعودية. أي أنا نشأت ودرست الابتدائية والثانوية والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، ثم انتقلت لدراسة المرحلة الجامعية في مدينة بريطانيا، والحمد لله يا رب يسر. الحمد لله. يعني أنت انتقلت ما شاء الله تبارك الرحمن إلى بريطانيا، لك 2.5 تدرس الجامعة، فسبب انتقالك من المملكة العربية السعودية هو الدراسة، أليس كذلك؟ الدراسة. أي نعم. ما شاء الله. طيب عبد الله، دعنا ندخل في أمر مهم. إيش الفروقات اللي واجهتك في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة؟ والله في هناك فروقات كثيرة، لكن اللي تهمنا هي ناحية الإسلام والديانة. كون بريطانيا دولة تعتبر مسيحية، والعظمى فيها المسيحية، فأكثر شيء فرق عني صراحة الديانة. كوني الحمد لله نشأت في المملكة العربية السعودية وعلى الديانة الإسلامية، فحين انتقلت إلى المملكة المتحدة واجهت صراحة صعوبة في التعايش، في عدم سماع صوت الأذان مع كل صلاة، عدم صراحة المحلات ما تقفل وقت الصلوات. فهذا أهم فرق صراحة واجهته. غير كذا صراحة بالنسبة لي كل شيء كان نفس الشيء. طيب نسألك عبد الله عن الجانب على الجانب الآخر. أنت في أي منطقة في بريطانيا؟ أنا ساكن في مدينة برمنغهام. مدينة برمنغهام. طيب المدينة هذه أنا أعتقد أو حسب ما سمعت، وأنت ممكن تعدل لي على المعلومة، أنها تضم عدد كبير جدا من المسلمين. هل الكلام هذا صحيح؟ أي نعم صحيح. هذه المدينة أنا قصدتها إني أسكن فيها كونها تعتبر عاصمة الإسلام في أوروبا. بلا شك إن هي أكبر تعداد سكاني من ناحية ثاني أكبر مدينة من ناحية تعداد سكاني، وثاني أكبر مدينة مساحة، وفيها كمان يكثر الجالية الباكستانية المسلمة وغيرهم العرب، والجالية الإريترية والجالية اليمنية. فجالية الحمد لله المساجد في كل مكان، فما يحتاج انك تضرب مشوار بعيد، فكل شيء حولك الحمد لله من ناحية المساجد، فهذا شيء ميسر من ناحية الإسلام الحمد لله. يعني ما يعني الإنسان مثلا ما يواجه صعوبة أنه مثلا يروح المسجد أو في خطورة أو من هذا القبيل. يعني تطلع تلقى بيتك، تطلع تلقى المسجد على يدك اليمين أو على يدك اليسار، والمساجد منتشرة جدا. أنا أعتقد أن عندكم مسجد كبير أو مشهور هناك، أنا ما يذكرني اسمه.
اي اسمه سنترال موسك، هذا موجود في متوسط برمنغهام. نعم. هذا مسجد يشيل اكثر من على اذا لم اكن مخطئا تقريبا 6000 مصلي. والحمد لله هذا المسجد نجتمع فيه مع الاهل والجيران في صلاة الجمعة والاعياد، والحمد لله. نعم، المسجد هذا يعني احنا على باب يعني ان احنا اقتربنا من رمضان، هل صلاة التراويح يعني الاعداد هائلة في المسجد، يعني يكتمل المسجد و لا لا، بفضل الله أن المسجد هذا دائما في كل رمضان يكون فيه إفطار صائم، والأجواء تقريبا نفس أجواء السعودية، إفطار صائم، ويكون فيه صلاة التراويح والقيام والعيد، ويكون فيه كمان حلقات قرآن، حلقات تحفيظ قرآن قبيل المغرب وبعد التراويح للنساء والرجال، فتكون أجواء رمضانية. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب دعنا نتطرق لامر مهم، وهو المجتمع الاريتري، هل متواجد في كثرة في بريطانيا؟ نعم، متواجد المجتمع الإريتري بالذات في مدينة برمنغهام، متواجد بكثرة، وفي كم 3 4 أحياء معروفة أن هي تكون مليئة بالإريتريين والمطاعم الإريترية، البقالات الإريترية، فيقصدها صراحة الإريتريين بحيث أنها يعني تتعرف على أخوانك، والحمد لله. طيب انت ذكرت امر مهم، اللي هو البقالات والبقالات الاريتريه والمطاعم الاريتريه والاجتماعات. هل يكون هناك اجتماعات بين الشباب الاريتري بشكل اسبوعي، بحيث ان احنا نتعرف ونقوي الجانب الاجتماعي؟ والله الحمد لله، في زي ما قلت لك في كثير من الشباب في أعمارنا يعني انتقلوا للعيش من السعودية، من اليمن، من إريتريا، من السودان. نعم. ففي اجتماع أسبوعي كل أحد نجتمع تقريبا في حدود 30 40 ولا يعني شخص، ويعني تكون يعني تقريبا دردشة لمدة 3 ساعات، أي. ويكون فيها جانب رياضي، ويكون فيها كلمة من أحد الآباء يعني يذكرنا بالله ويذكرنا بفضل الصلاة، ويعني تكون كل أسبوع كلمة مختلفة. فالحمد لله يعني ما تحس إنك صراحة تركت السعودية. جميل جميل. هو اهم الاهم يعني وما يبحث عليه تقريبا المجتمع الاريتري هو التآخي ويعني تقوية الجانب الاجتماعي. فالحمد لله يعني الواحد كل ما سمع ارتاح. يعني الحمد لله ان تكون في جلسات اسبوعية، مثلا الواحد يتغدى فيها، يتعشى، يكون في كلمة توعوية، يكون فيه نشاط رياضي، نشاط اجتماعي، تذكير بالله عز وجل، يعني مما يقرب المجتمع الاريتري من بعضه. طيب عبد الله، ان شاء الله ما نكون طولنا عليك، بس خلينا نختم باخر فقره هذه، اللي هي لا لا، ما عندي مشكلة. اهم المعالم في بريطانيا. مثلا انا كسائح الان جاي، انت ما شاء الله عليك مستقر لك 3 سنوات، تدخل في 4 سنوات، اقول لك يعني اعطينا اعلم المعالم البارزة، ملاعب، مثلا حدائق، أشياء أثرية. أنت ما شاء الله عبد الله لك 2 تقريبا، وداخل على 3 سنوات أو 4 سنوات. إيه. طيب في أكثر من مدينة في بريطانيا يقصد السياح. نعم. طبعا أهمها لندن، كونها تعتبر عاصمة الضباب، ويعني أشياء معروفة عالميا. لكن يعني في برمنغهام في ملاعب كرة قدم مليئة بكثرة. فهذه من أحد الأشياء اللي صراحة السياح دائما إذا جو عندنا في برمنغهام يسألون عنها. ملاعب، في أكبر تقريبا ثاني أكبر حديقة في بريطانيا، تعتبر ما أذكر صراحة كم مساحتها، لكن مساحتها مهولة. اسمها كانون هيل بارك. هذه صراحة جنب بيتنا صراحة، إيه. وحديقة كبيرة كبيرة شاسعة. وكمان في مانشستر في شارع يعتبر شارع العرب اسمه راشن رود، هذا شارع مليء بالعرب والمطاعم العربية، المقاهي، المساجد. فالحمد لله إذا جيت بريطانيا ما حتضيع، يعني ما شاء الله في كل مكان ما أين تذهب ما شاء الله ستلقى العرب والمجتمع الإسلامي
وفي كل مكان، ويكون هم صراحة كل من ذهب إلى بريطانيا يكون يعني وده حب الخير لأخيه، فأي واحد يجيه جديد وده إنه يساعده، يقدم له المشورة، المساعدة، إذا كان محتاج مادة يساعده. هذا الشيء صراحة اللي نفخر فيه، كون الإسلام جمعنا والحمد لله. طيب ما شاء الله تبارك الرحمن، والله يا اخي حمست الواحد يجيكم زياره يا عبد الله. الله والله يجزاك خير. تنورنا والسامعين. الله يجزاك خير. طيب هل المجتمع الاريتري متواجد في لندن ولا في برمنغهام بشكل اكبر؟ طبعا اكثر صراحه مما لاحظت انهم متكاثرون اكثر في برمنغهام، كونها يعني تعتبر مدينه اسلاميه، يعني شبه اسلاميه، يعني اتوقع ان 75% من سكانها مسلمين. نعم. ف فجميع من هاجر من خارج بريطانيا، وحتى اللي ولدوا في بريطانيا يقصدون برمنغهام لكونها مدينه اسلاميه ويكثر فيها الاسلام والمساجد. فبرمنغهام لندن ما فيها فروقات كثيره، ولكن برمنغهام هي اللي صراحه كمسلم هي اللي ودك تروح، لان تكون في رمضان وغير رمضان ما تحس انك بعيد عن اخوانك وعن ديانتك يعني صراحه. والله يا اخي اثلجت صدورنا صراحه، وعلمتنا ببعض من التجمعات في برمنغهام في المجتمع الاريتري. طبعا يهم كل شخص اريتري هذا المجتمع المتفرق. عبد الله شكرا لك وشاكرين لك والله هذه المعلومات الثريه، ونتمنى ان شاء الله تشرفنا في احد الايام في الاستديو. والله اسعد وانا اسعد، والله يعطيكم العافيه. والله من البرنامج اللي صراحه الشباب ينتظرونه كل اسبوع. والله يعطيكم العافيه وما قصرتوا. الله يجزاك خير يا عبد الله، وشاكر لك اتصالك. الله يعطيك العافيه. امان الله. والله يا اخي الحمد لله، والله يا اخي الواحد يفرح كثيرا كثيرا عندما يسمع ان المجتمع الاريتري اللهم لك الحمد يقصدون منطقة برمنغهام لكثرة المسلمين وكثرة سماع الآذان وتوفر المساجد والجوامع بشكل كبير 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 جدا. فهذا يعني اللهم لك الحمد إن دل على أن المجتمع الاريتري اللهم لك الحمد بشكل جيد يبحث عن الإسلام. اللهم لك الحمد. وصراحة يعني نفخر بمثل هؤلاء. يقول لك عبد الله ذكر نقطة مهمة، قال أن المسلمين أو الإخوان هناك يعني يفخرون إذا جاءهم واحد مسلم، يعني يكرمونه ويجلسون جنبه ويودوه ويأخذونه المناطق الإسلامية المتواجدة فيها المساجد، وبحيث أنه هو يعني يخليه ما يفرق عن المنطقة اللي خرج منها. يعني مثلا يكون جايك من السعودية، ما شاء الله السعودية المساجد والآذان تسمعه، وأيضا في تركيا المساجد والآذان اللهم لك الحمد ينسمع، وكل شيء ينسمع، وفي الدول العربية. فيوم أنك أنت تجي وتتغرب وتستقر في بريطانيا يأخذون بيدك ويقول لك تعال اسكن في هذه المنطقة، هذه المنطقة إسلامية بحتة، يكون فيها المساجد، يكون فيها إفطار على مدار شهر رمضان كامل، ويكون فيها الاحتفالات بالعيد، المسلمين نصلي العيد سويا ونفطر سويا، فيأخذون بيتك إلى هذه المناطق والمناطق الإسلامية. فهنيئا لنا بكم، فهنيئا لنا بكم، وأسأل الله عز وجل أن يكثر من هذه الأمثال. مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. إنا أنزلناه في ليلة القدر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لنسفعا بالناصية والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى ألم نشرح لك صدرك لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد وفرعون ذي الأوتاد وسيجنبها الأشقى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. كل ذلك في برنامجكم سير وأعلام، وهو برنامج تفاعلي يحتوي على سير وأعلام ومناسبات وهدايات في جزء عامة المبارك، فانتظرونا في الأوقات التالية. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ حالف مبل 16 أي تحرق أي تقطع. أبو هريرة رضي الله عنه كمزي إلوم حال سبعين نبي محمد صلى الله عليه وسلم معدوني مخوروني بلوم نسوم دما أي تحرق أي تقطع بلو يتسبعي دقاقيمو مخوروني بلوم نسوم دما دقاقيمو أي تقطع أي تحرق بلو. بخاري زمزقبو. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ أسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث
الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها؟ الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لنسفعا بالناصية والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ألم نشرح لك صدرك، لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد، وفرعون ذي الأوتاد، وسيجنبها الأشقى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى. كل ذلك في برنامجكم سير وأعلام، وهو برنامج تفاعلي يحتوي على سير وأعلام ومناسبات وهدايات في جزء عامة المبارك، فانتظرونا في الأوقات التالية. يقول الله تعالى في محكم تنزيله من سورة النحل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم والسنة النبوية هما محض احتياج المرء في كل أموره، في دينه وفي دنياه وحتى في آخرته. فالله سبحانه وتعالى لم يترك لنا شاردة ولا واردة إلا أوضحها لنا في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. لكن نحن عامة الناس قد يصعب علينا فهم الآية أو يستشكل علينا معنى الحديث، وهنا يأتي دور العلماء الربانيون الذين هم ورثة الأنبياء، وعلى الهدى لمن استهدى أدلاؤه. فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الاتصالات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكل أموركم ومسائلكم الفقهية والحياتية وغيرها، مع كوكبة من علمائنا الأجلاء، فكونوا على الموعد. أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد إلى آخر فقراتنا في هذه الحلقة، عفوا إلى ثاني فقراتنا في هذه الحلقة وجلسة سمر. حياك الله عبد الرحمن. جلسة سمر موضوعها اليوم موضوع مختلف. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الموضة. نعم. اليوم نتكلم عن السوشيال ميديا وعن التواصل الاجتماعي بشكل ميسر وبشكل يعني مبسط جدا. نعم. خلينا ناخذ في البداية ونفند الأمور إلى يعني أكثر من نقطة. ناخذ إيش مفهومنا أصبح في السوشيال ميديا، أو إيش مفهومنا في التواصل الاجتماعي. صحيح. التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي أصبح
يتعدد في أكثر من برنامج السناب شات، برنامج الانستغرام، برنامج التويتر، برنامج الفيسبوك. فأصبح يعني يؤخذ كأخبار نعم. عن طريق الفيسبوك، عن طريق تويتر، عن طريق سناب شات، عن طريق جميع التواصل الاجتماعي. يؤخذ كمثلا فوائد، ويؤخذ أيضا عن الحياة اليومية. صحيح. يعني بعض المشاهير يجيك يصور لك حياته اليومية، والله أنا أكلت هنا، أنا تعشيت هنا، أنا رحت هنا، أنا شريت هذا، وأنا سافرت هنا وجيت هنا وما إلى ذلك. فالتطبيقات هذه أصبحت هي تنشر لك الأخبار، تنشر لك المعلومات، تنشر لك حياة الإعلامي نفسه. إعلامي عنده مثلا 3-4 مليون يقدر يصور لك حياته، يقول لك أنا سافرت دبي، سافرت بريطانيا دام تكلمنا عنها، سافرنا المالديف، أيا كان، ويبدأ يفسر لك حياته من وإلى. هذا يعني تقدر تقول يعني تعريف بسيط عن السوشيال ميديا أو طريقة استخدام المواقع التواصل الاجتماعي. أكثر التطبيقات استخداما في وجهة نظري أشوف أنها تختلف من مجتمع إلى مجتمع. نعم. يعني مثلا ممكن نتكلم في السعودية، أرى أن تطبيق تويتر اكتسح الساحة. صحيح. مثلا تقول لي في تركيا، أقول لك مثلا هي بين الانستغرام وبين السناب شات. صحيح. فأنا قاعد أقول أن المواقع التطبيقات تختلف من منطقة أو دولة إلى دولة. نعم. اكثر منطقه للموضوع. اولا احييك اخوي انس. الله يحييك، مساء مباركه. جميل، الله يبارك فيك. طيب اذا جينا نتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي لابد ان نتحدث عما يناقضها من الواقع او العالم الواقعي. نعم. اذا سمينا هذه واقع افتراضي اللي هو موقع التواصل الاجتماعي، هي واقع ولكنه واقع افتراضي داخل مربع صغير او داخل لابتوب او داخل ما الى شابه ذلك. اما في الواقع الحقيقي اللي هو حياتنا اليوميه، فهنا عندنا حياه اجتماعيه، هنا عندنا حياه اجتماعيه. نعم. ما الفرق بينهما؟ لابد ان الشاب ان يفرق بين هذه الحياه وهذه الحياه. نعم. كل ما يظهر لك امام هذه الشاشه، سواء شيء مكتوب او شيء مقروء او شيء مسموع او شيء مشاهد، هذا كله يختلف تماما عن الحياه الواقعيه. انت هنا تستطيع ان تاخذ لقطات، تستطيع ما تاخذ يعني لقطات، يعني ممكن تاخذها من زاويه معينه ام لا. اما في الواقع، في الحياه الواقعيه انت تشوف الحياه بكامل عيوبها ومزاياها، ولكن هنا انت بدك تظهر العيوب، بدك تظهر المزايا. وبالتالي لابد على الشاب ان لا يغتر بما يظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، لان هذه حياه افتراضيه، حياه انت تصممها بيدك. تخيل معي انه مصمم الفوتوشوب لما يصمم لك لوحه فوتوشوب، هل هذه هي الواقع؟ لا، هذه صممها لك بطريقه معينه. لابد ان الشاب كيف يستطيع الشاب يفرق بينها؟ لا يصدق، يعني يجعل احتمال لكل شيء داخل السوشيال ميديا له احتمال انه يكون صحيح، له احتمال يكون خاطئ، وان كان صحيحا فلا يغتر ما دام انه لم يراه راي العين. حتى وان راه راي العين بعض الاحيان لابد ان يثبت بامور اخرى، ما بالك بالسوشيال ميديا وواقع افتراضي. هذه طريقه لابد ان ينتبه لها الشباب في هذا الزمن. لكن يا انس لو سالتك، هل يستطيع الشاب ان يجعل، طبعا احنا نتفق انه الشباب هنا في هذا العصر او بشكل عام الناس كلهم ادمنوا مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. فهل من الممكن يا انس ان يجعل الشاب ادمان التواصل الاجتماعي عباره عن ايجابيه بالنسبه له؟ نعم. شوف، انا في البدايه ذكرت لك ايش؟ ذكرت لك ان طريقه استخدام الاعلامي للتطبيق. يعني مثلا عندك السناب شات وعندك هذا يستخدمه في اسلوب الحياه اليوميه، في اسلوب الحياه اليومي. نعم. هذا انت اذا تابعته لن ينقص شيء من عندك ولن يزيد. ينقص الوقت. اي بس ينقص الوقت. عليك نور. انت كيف الان تقلب هذا الموضوع؟ هذا يؤثر عليك، انت يروح منك الوقت، قد تستفيد منه في اشياء اخرى. فهذا الان هذا الشيء اصبح سلبي. كيف يصير ايجابي؟ تبدا تتابع الناس اللي يفيدونك. يعني عندك مثلا الان يعني اليوتيوب اصبح زي ما اقول لك مدرس متنقل على سبيل التعليم. صحيح. عندك مثلا والله اختبار فيزياء، اختبار رياضيات، عندك مسألة، عندك ما إلى ذلك، تدخل اليوتيوب تبدأ مثلا والله تكتب عن الدرس الفلاني، يطلع لك بشرح مثلا بأكثر من لغة وبأكثر من مدرس وبطريقة ميسرة ما أدري إيش. فهذا يقول لك الجوال والمواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مدرس متنقل. صحيح. الآن أصبح في تطبيقات لتعليم اللغة الإنجليزية، تعليم اللغة التركية وما إلى ذلك. أنت الآن تستطيع في هذه النقطة أنك أنت تحول المتابعة من أنك أنت تهدرها في واحد قاعد يصور لي يومياته، قام نام أكل شرب، إلى هذه مضيعة الوقت، إلى أنك تستفيد منها في تعليمية.
صحيح. عن طريق مثلا المدرسين المتواجدين في السوشيال ميديا. النقطة الأهم من هذا أن الإنسان، أنت ذكرت أنه اغتر، هذه نقطة جميلة وأنا أحييك عليها. يوم اغتر الإنسان بهذا الأمر أصبح يؤدي إليه إلى اكتئاب. ليش؟ هنا السؤال. ليش أصبح الأمر يؤدي إليه إلى اكتئاب؟ لأنه أصبح يتابع، يعني مع احترامي الشديد لجميع المشاهير، إلى تفاهة المشاهير. كيف؟ أنا أعطيك مثال بسيط جدا. اكتئاب يعني اكتئاب يؤثر فيه هذا، يعني أصبح يعني في علم النفس أصبح في شيء اسمه اكتئاب السوشيال ميديا. اكتئاب السوشيال ميديا. أي نعم، اكتئاب السوشيال ميديا. كيف يأتي هذا؟ كيف يأتي؟ يأتيك مثلا، أنا أعطيك على سبيل المثال أن أحد الإعلاميين، هو مثلا أنت إنسان مواطن مقيم كنت أيا كان، تستلم مثلا 7,000 دولار. 7,000 دولار يا طويل العمر، جالس الحمد لله سيارتك معك تعبي بنزينك وحامي بيتك اللهم لك الحمد، مأكل عيالك ومشربهم وتدافع ايجارك اللهم لك الحمد، كل امورك تمام، عارف نفسك. جميل. يجيك احد المشاهير اللي قلت لك انك انت قاعد تضيع الوقت معه، تتابع والله يا اخي رافع جواله يصور سنابه، شاري مثلا شوز اجلكم الله واجل الله السامعين، شاري شوز ب7,000 دولار. هذا معدل راتبك شهر كامل تكرف من الصباح جايب رايح الشركه ورايح مدري ايش تبصيم وتوقيع، خلها على ربك وكارث ما تطلع الا 6 المغرب. حلو. جميل. وتطلع وعلى البيت قدك مكروف يا معلم. وهذا اخر الشهر تاخذ 7,000 دولار. هو شرى شوز يا طويل العمر ب7,000 دولار ايا كان المبلغ، او شنطه او ما الى ذلك، وراح صور لك قال لك والله يا اخي انا اليوم اخذت 7,000 هذه والله وشريت الشنطه هذه ب7,000 دولار. ويتعمد تصوير السعر. يتعمد. ما هنا يظهر. ما هنا انا قاعد اقول لك ابعد عن النقطه هذه. يصور لك السناب ويقول لك والله اهديتها العامله، والله ما جت على مقاسي، ما حبيت يعني او شيء، عرفت؟ يعني مو له بعد. يقول لك والله ما حبيت او شيء من هذا القبيل. جميل. فيقول لك انا هديت الهديه هذه والله للعامله. طبعا هنا انت تجيك الاكتئاب ذاك. يقول 7,000 دولار انا معدل راتبي قاعد ادفع فيها بنزين وادفع فيها وما الى ذلك، يجي يهديها الى عامله ولا يهديها الى سائق ولا ايا كان، يؤثر في النفس طبعا. لكن انا حاب اقول لك انت يا متابع، انت المتابع، الامر هذا انت يعني لا تشعر باي شيء، يعني انت حاول انك تتجنب هذا الامر. انا عالم انك انت يعني الانسان الطبيعي يعني يعرف ان هذا الشيء غلط، لكن الاكتئاب يطغى عليه. يقول لك انا 7,000 دولار قاعد اخبي لي 1,005 قاعد 6 قاعد امشيها على عائلتي، وتجي تقول لي انا هديتها بالشنطه ب7,000 دولار، يؤثر في الامر. صحيح. فهمت علي؟ فانا يعني عشان اختصر الكلام اقول انك انت على خير، انت يعني امورك تمام، بس حاول انك انت تتجنب التواصل الاجتماعي او تتابع تفاهه المشاهير هذه بانك انت تستفيد منها في الكثير من الاعلام. احنا لا نذم على الجميع، لكن في من رحم الله من نستفيد منهم بقصص، من نستفيد منهم من التاريخ، من المعلومات، وين انا اتكلم عن تفاهه المشاهير اللي يسوون لك الاشياء اليوميه هذه اللي ما لها فائده. نعم. وهذا ما ذكرناه عبد انس في الفقره اللي قبل هذه، انه لابد على الشاب ان يفرق بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي. نعم. هذا عالم وهذا عالم. هنا 7,000 دولار تعيشك ملك، هنا 7,000 دولار في الواقع افتراضي تشتري فيها شنطه ولا شوز ولا شوز ولا ما إلى ذلك. مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى آخر فقراتنا في هذه الحلقة وسبورتس. حياكم الله من جديد. أسبوع حافل كان مليء بالأحداث الجميلة، من الدوريات المحلية حول العالم إلى الجولة الأوروبية، سواء في الدوري الأوروبي أو دوري أبطال أوروبا. نستأنف الحديث مع أخي أنس. حياك الله أخوي أنس من جديد. يا هلا وغلا يا عبد الرحمن، ومرحبا بك في الفقرة الأخيرة المليئة بالأحداث الرياضية. نعم. أسبوع كان مليء. أسبوع كان حافل جدا. دعنا ندخل في الأقرب. نعم. يونايتد وأتلتيكو مدريد، وخروج يونايتد من دوري أبطال أوروبا، ما رأيك؟ خروج قاسي. نعم. جدا على عشاق مانشستر يونايتد، كون أن هذا الخروج أتى في ملعبهم، ملعب الأولد ترافورد، مع أنه كان الجميع يرشح فوز يونايتد على أتلتيكو مدريد، كون يونايتد آتي يعني قادم من فوز صعب
جدا وفوز مهم حيث سجل كريستيانو هذا الهاتريك. ويعني جميع الامور كانت ميسره لمانشستر يونايتد، الا انه سيميوني اذاق مدرب اليونايتد الويل واخرجه من دوري ابطال اوروبا في ملعبه، وكانت مجريات المباراه يعني كلها لصالح يونايتد. يعني لا احد يلوم فريق يونايتد ابدا على هذه المباراه، كون انه الأوبلاك هو الذي تالق في هذه المباراه، يعني اخذ نجم المباراه واخذ افضل لاعب فيها، وكان هو مؤثر بشكل كبير. يعني 6 تسديدات من فريق يونايتد على مرمى اتلتيكو مدريد مباشره، يعني صدها حارس مرمى اتلتيكو مدريد. بالتالي هي مباراه كانت شيقه جدا، فاز فيها من ادارها جيدا مثل سيميوني طبعا معروف مثل هذه المباريات يجيب فيك هدف ثم يتكتل دفاعيا ما تشوفه الا اخر مباراه، يغيب ويظهر. نعم. فبالتالي اتلتيكو مدريد عرف كيف يخطف بطاقه التاهل على فريق يونايتد. نقول مبروك لعشاق فريق اتلتيكو مدريد وهارد لك لعشاق فريق الشياطين الحمر. طيب نتكلم عن، انت قسيت على رونالدو، قسيت طلعته وما ادري ايش وما الى ذلك، لكن دعنا نرجع شوي الى هاتريك رونالدو امام توتنهام. يعني عن اي عظمه في هذا اللاعب الكبير. هاتريك من الطراز الرفيع، يعني انت لو تلاحظ الهدف الاول كان بصاروخيه من اللاعب رونالدو، والهدف الثاني يعني ممكن تقول بس الهدف الثالث ارتقاء فوق طالع فوق ما عنده هذه خصال رونالدو. طلع فوق. لكن هل نقول يعني انت عارف مين منافس رونالدو؟ معروف ميسي. هل نقول مستوى ميسي او ميسي على وشك، او انه انتهى، او انه يعني يغيب وسيظهر، او انه خلاص يعني يعتزل ويحتفظ بتاريخه؟ شوف احنا في نقطة كريستيانو وميسي لابد ان نفهم نقطة مهمة جدا، الا وهي لا يوجد احد لا ينتهي. كل لاعب ينتهي. جميل. سواء اليوم، غدا، سنة، سنتين، انت لكم راح تلعب. الانتهاء امر مفروغ منه تماما. جميل. هذه نقطة لازم نتكلم فيها. الان نجي عند رونالدو وميسي. انا برأيي الشخصي انا ارى انه لا ميسي انتهى ولا رونالدو انتهى، وانا اعتقد انه في فترة من الفترات في هذا الموسم، انا متأكد كان من ذلك، زي ما رونالدو احرز هاتريك، سوف ياتي يوم لميسي سوف يقولون هذا ميسي وهذا كريستيانو، وينك يا رونالدو؟ شوف ليش ما تسوي نفس ما سوى ميسي. جميل. بغض النظر يعني الان رونالدو خرج من الابطال وميسي خرج من الابطال، كلاهما خرجوا من الابطال، وهذا شيء احنا ما اعتدنا عليه ابدا. يعني كنا نشوف رونالدو الى اخر نفس في البطوله، وشفنا نشوف ميسي مع برشلونه ايضا الى اخر نفس البطوله، ما تعودنا ان ذول اللاعبين يطلعون، ولكن الموسم لسه قدامنا طويل، لسه الموسم الجاي بعد طويل. ميسي ورونالدو لديهم ما يقدمون اكيد، ولكن طبعا نحن عندما نقارن ميسي بنسخه ميسي العظيمه سوف نظلم ميسي الحالي. ميسي الحالي اصبح لاعب مثله مثل غيره. جميل. ايضا رونالدو كذلك. لما ناخذ رونالدو، ولو ان رونالدو الان في اعز مستوياته، هو جايب هاتريك، لو جبنا رونالدو بعد اسبوعين ثلاثه نشوف انه ما جاب هدف ولا جاب هدفين، نقارن رونالدو برونالدو الحالي الان او رونالدو قبل 3 سنوات 4 سنوات مع ريال مدريد، احنا هنا ظلمنا عمر رونالدو وظلمنا مسيره رونالدو وظلمنا العظمه التي استمر عليها طيله هذه الفتره. فبالتالي انا وجهه نظري انه لسه ما انتهوا اثنينهم، هذه زي ما تقالوا يعني نشوه عند رونالدو خرج عشاق رونالدو، انه يقولون انه ميسي انتهى، ما انتهى. لكن دعني انتقل بك الى جوله اخرى، مباراه اخرى تاريخيه في دور 16، تحدثنا عنها في المباراه الماضيه، وتحدثنا عن من سوف يخطف بطاقه التاهل، ريال مدريد وريمونتادا تاريخيه بقياده ابو ابراهيم. ما رايك يا انس في والله يا اخي انا صراحه لو تذكر الحلقه الماضيه قلت لك توقعاتي ان باريس سيخطف المباراه. صحيح. الجميع يعني او اغلب المحللين والكرويين باريسيه، يعني ما فيها كلام. ما فيها صحيح. لكن خرج لنا المهاجم ابو ابراهيم اللي هو كريم بنزيما، واحرز هاتريك يعني من الطراز الرفيع، يعني مع احترامي الشديد رقد جميع لعيبه باريس سان جيرمان، سجل هاتريك. يعني ابو ابراهيم والله ما ادري، انا صراحه بينه وبين ليفاندوسكي تحس قود ناد قود في النص، يعني ما تعرف من الافضل، كريم بنزيما او ليفاندوسكي، كلاهم ما شاء الله تبارك الرحمن مكاين اهداف ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. دعنا ننتقل واياك او شيء يعني في مباراة باريس وريال مدريد. جميل. انا اعتقد الذي انتصر على باريس يعني لو قلنا نقول 70% من شخصية كريم بنزيما او 60% من شخصية كريم بنزيما، و40% هي شخصية ريال مدريد العظيمة المهيبة تجاه باريس. باريس
كان افضل في الارض في الثلاث اشواط، هي 4 اشواط صح؟ نعم. كان افضل في 3 اشواط، وكان يستطيع ان يسجل الاول والثاني والثالث ورابع، وشفنا سجل مبابي هدف تسلل. ولكن الذي فرق في هذه المباراه شخصيه كريم بنزيما. تشعر انه كريم بنزيما كان يؤمن قائد انه ريال مدريد سوف يتاهل في هذه البطوله. شوف لو تلاحظ في لقطه عظيمه جدا بعد الهدف الثاني، شوف بنزيما اول ما رجع ما احتفل ثم عاد، ما رقد قال تمام ورانا ربع ساعه ان شاء الله بنجيب التعادل لا هم جايبين التعادل الان خلاص، قال ان شاء الله الان نطلع اضافي ونكمل بلنتيات واحنا ممكن نتفوق عليهم في هذا الموضوع، كان عندنا كورتوا. والله يا انس لو تلاحظ في اول ما ضرب الكره ما ادري من كان في السنتره على طول كريم بنزيما مهاجم على طول مباشره انطلق، تحس انه يلا بشيء يعني انا جايب هذه جايب هاتريك فعلا، احتاج 11 ثانيه حتى ياتي بالهاتريك. نعود وإياك يا أنس إلى البطولة الغالية على قلبك والغالية على قلوب بعض المشاهدين، ألا وهي بطولة الدوري السعودي. ما رأيك يا أنس في مباريات الجولة الأخيرة؟ والله أولا كانت من أهم اللقاءات لقاء الاتحاد والشباب الكلاسيكو الكبير، وانتصر نادي الاتحاد 2-0 على فريقه الشباب. نعم. الأمر الغريب كان في هذه المباراة أنها ارتفعت التذاكر إلى 150 ريال سعودي، قيمة التذكرة الواحدة للأفراد 150 ريال سعودي. هذه حركة يعني بزنس من رئيس نادي الشباب خالد البلطان. نعم. تعرف جمهور الاتحاد الجمهور الأول في السعودية، صحيح. فسيمتلئ المدرجات، فقال لك إيش أنا أدفع أعلي هذا أنا أستفيد للنادي. فتكفل أحد، هنا يظهر لك قيمة نادي الاتحاد وروحه، تكفل أحد أعضاء شرف نادي الاتحاد بشراء جميع التذاكر. هي كانت 30% و70 للشباب. نعم. شراء 30% كاملة على حسابه الشخصي وتكفل بها، وزعها على الجماهير. فشاف خالد البلطان انها داخله عليه بفائده. نعم. فزاد فخلاها 40% و60%. فشراها وكمل شراها، كمل شروها ما شاء الله تبارك الرحمن. ففاز الاتحاد 2-0. الاتحاد ناوي على هذه البطولة. والله احس انه خلاص كشر على انيابه. صحيح. صار يعني الان المنافس الثاني اصبح الاتحاد الاول. نعم. بفارق تقريبا 11 نقطة عن الهلال. نعم. هو في المركز الثاني وتقريبا لم يتبقى الا القليل. لكن اصدر قرار قبل امس تقريبا. نعم. بايقاف منصور البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد. قصدك حامد البلوي. نعم. 4 مباريات وراء بعض. ايش السبب ومن وراء هذا؟ والله يا أنس في نص القرار يظهر انه بسبب مخالفات قام بها الكابتن حامد البلوي من اعتراضات داخل الملعب ومن تلفظ على حكام المباريات السابقة ادى به الى حرمانه من هذه المباريات. يعني طبعا القرار صادر من لجنة الانضباط التي تكون تحت هيئة الاتحاد السعودي لكرة القدم. طبعا على اثرها قام نادي الاتحاد السعودي برفع مذكرة شكوى أو مضادة على هذا القرار، كون هذا القرار يعتقدون إدارة الاتحاد أنه هو قرار ظالم صادر تجاه الكابتن حامد البلوي. أيضا دعنا ندخل في أمر مهم. استدعاء لعيبة الاتحاد للمنتخب. استدعى اللاعب الكبير عبد العزيز البيشي، اعتقد انه من افضل الاجنحه السعوديين المتواجدين في الوقت الحالي. استدعى زياد الصحفي قلب الدفاع ومهند الشنقيطي اتوقع، يعني على العموم 4 لعيبه انضموا للمنتخب السعودي. اعتقد ان هذه البيئه يعني يكون عندك مدرب زي كوز من كونترا يظهر لك اللعيبه السعوديين، وكنا نتمنى عودة أو استدعاء اللاعب الكبير حمدان الشمراني، لكن لعلها إن شاء الله في مباريات أخرى. نعم لعلها في مباريات أخرى. يا أنس أشكر لك هذا الحضور، أشكر لك هذا التقديم. شكرا لك. والشكر أيضا موصول لكم أعزائنا المشاهدين على الاستماع لهذه والمشاهدة لهذه الحلقة. نلتقيكم بإذن الله في الأسبوع القادم في نفس التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أملوا.